لما أتي يزيد برأس الحسين، انتبه، سيقول كثير من أهل السنة أن رأس الحسين ما بلغ يزيد، ما بلغ، ما كان. ابن كثير المؤرخ المحدث الحافظ يرجح أنه كان بلغه رأس الحسين، يعني حمل رأس الحسين إلى يزيد. فقال يزيد في الحسين أن الحسين، اسمع أتي من قلة فقهه، ألم يقرأ، يزيد يقول ألم يقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سمعتم؟ الذهبي لما قال ناصبي جلف، اللي قال الآن يزيد ليس ناصبيا جلف فهو ناصبي. الذهبي يقول ناصبي جلف، وأنت من يا غلام لتقول لم يكن ناصبيا جلفا؟ كان ناصبيا. أي ملك تعلوه على رأس أبناء الأنبياء لو لم يكن فيك إلا هذا، أنك ما ملكت ولا علوت على عرش إلا على رأس الحسين. بئس أنت وبئس عرشك وبئس ملكك إلى يوم الدين. هلك بعد 4 أعوام، كان 34 عاما، والحسين كأبيه في الدنيا والآخرة، دينا ومقاما وشرفا ومحلا. وأيم الله لو أن يزيد عاش راعيا أو خادما عند أنعل الحسين حياته كلها لكان خيرا له. إنما الفتنة والبلية البلية إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء.